السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة هنتكلم طبعا على النادي الأهلي، وهي الظاهرة، وهو وسام أبو علي. وسام أبو علي رحل عن النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي طبعا كسب من ورا وسام أبو علي. طبعا هو يعتبر اتباع ب10 مليون دولار. طبعا النادي الامريكي دفع 8 مليون دولار على قسطين، كل قسط 4 مليون دولار. وطبعا هيتخصم من وسام ابو علي اول سنه هيتخصم مليون دولار، وتاني سنه هيتخصم مليون دولار. يبقى كده المجموع الكلي 10 مليون دولار. طبعا وسام ابو علي طبعا عمل حاجات غريبه جدا وغريبه على النادي الاهلي، ان هو انقطع على التمرين وما بقاش يروح التمرين. وطبعا هو كان عايز يلوي دراع النادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي طبعا لما جاب وسام ابو علي، وسام ابو علي ما كانش معروف، ما كانش معروف خالص. طبعا اللي رفع اسم وسام ابو علي هو النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي خيره على اي لاعب او اي مدرب يخش النادي الاهلي. خير النادي الاهلي على اي لاعب، سواء من القديم او من الجديد او الحديث او المدربين. طبعا هو بيرفع اسم اي لاعب يجي عنده او مدرب. طبعا طبعا احنا حققنا مكسب من ورا صفقه وسام ابو علي. فطبعا دلوقتي في جراديشار وفي محمد شريف. طبعا دول اتنين مهاجمين. فطبعا النادي الاهلي عايز يجيب واحد تاني. في برضه لعيب فلسطيني طبعا، اللي هو المهاجم طبعا زي وسام كده، اسمه اسد الحملاوي. طبعا يعني النادي الاهلي يا جماعه ما بيقفش على اي لاعب، والا كان وقف على الكابتن محمود الخطيب. محمود الخطيب اسطوره من اساطير النادي. كان وقف على الكابتن صالح سليم، كان وقف على اي لاعب مهم في النادي الاهلي. فطبعا احنا بنتمنى طبعا للنادي الاهلي يعني يبقى شأنه عالي في العالم كله، مش في مصر بس. وان شاء الله الموسم الجديد الناس هتشوف الصفقات او السكواد اللي جابه الاهلي عالي قد ايه. وان شاء الله نشوف موسم جيد جدا 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 للنادي الاهلي، لان دلوقتي عنده سكواد مش يلعب داخل مصر ولا في افريقيا ولا. بس طبعا لما لعبوا في كاس العالم للانديه ما كانش فيه تجانس. فبالك بقى اللعيبه دي لما تتجانس مع بعضيها. والحمد لله رجع من الاصابه كريم فؤاد. كريم فؤاد ده لعيب جوكر. جوكر لعيب عالي جدا. بيلعب كباك يمين، كوينج يمين، بيلعب كظهير ايسر. بصراحه زي ما عايز تحط اللاعب في اي مكان بيلعب. وطبعا احمد عبد القادر طبعا مشي، هيروح لسيراميكا. هو احمد خالد عبد الفتاح راحوا سيراميكا. وطبعا
احنا تاني بقول بنتمنى للنادي الاهلي طبعا يبقى اعلى نادي في العالم. انا كراجل اهلاوي يعني. وطبعا لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناه ان شاء الله. وطبعا لو في حاجه في التعليقات قولوا لنا برضو زي ما انا بقول كل فيديو عشان احنا بنستفاد من بعض. مساءكم ورد وفل وخير وبركه من الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.